صباح الخير أو مساء الخير حسب ما تتفرج، بس بالنسبة لنا صباح الخير. صباح الجامعة. احنا اصحابنا حبيبي يا قلبي عربيتي. احنا بس بقى خلاص بقى خلاص. عندهم مثال برضه شيبس مصري كان مكتوب عليه 10 جنيه الشيبس جايبينه على ما اعتقد من مصر. راح اجيب درينكات اشربها او مشاريب. لا يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم يا رب. لا عادية بالدنيا. لازم نشترك شكلنا دلوقتي شوف ايه في شات جي بي تي. مفيش فلوس. اللي اعرف فرق بين اليوجا والمديتيشن الحمد لله انت صح. يقول لنا في الكومنتات ده لو اصلا حد شاف الفلوج ده. ساعات بقعد كده تخيل حضرتك تتعلم اصلا يعني الواحد انا نايم متاخر، نايم الساعه 4 صاحي الساعه 10 عشان اروح اتعلم، وكده كده اصلا انا في الاخر انا عارفني انا اخد الشهاده من هنا واشتغل اصلا في حاجه تانية غير اللي انا اتعلمته. قلت اصبح عشان يوم جديد بقى وتفاؤل وكده. النهارده الجمعه، كل سنه وانتم طيبين. اتمنى ان انتوا كلكم تكونوا كويسين وقابل في الجامعه. وصلت الركنه كار بارك عربيتي اسمها ريا، مسميها ريا. كانت واحدة اعرفها قالت لي لو عربيتك رينو سمي الاسم بحرف الار، يعني خلي الاسم يبدا بالار. قعدت افكر لقيت ان ريا اسم سهل كده وحلو. الحمد لله وشي فاق شويه. لما كنت بصور الصبح كان وشي كده منفخ، لسه صاحي. كنت بجري يعني عشان الجامعه. دلوقتي اتمشى الجامعه. التمشيه حوالي مثلا 10 دقايق ولا حاجه. صاحبي هناك مستنيني. عملت سكان للمحاضرة، رحت على طول خالع مصطلح ما بفهمش منه حاجة. قاعد حاليا مستني المحاضرة التانية تبدأ كمان ساعة ولا حاجة. بصراحة جعان وفطرتش، ومفيش طبعا محلات فول وطعمية والكلام دوت. بس هخلع بقى دلوقتي عشان أنا بجد جعان مش قادر. لسه مخلص جيم. الموضوع كان مرهق بس الحمد لله يوم عدى. رحنا الجامعة حضرنا 4 محاضرات، خلصت رجعت البيت، نمت لي ساعتين كده ولا حاجة. أيا كان يلا بقى عشان عايز أخلع، الجو برد فشخ. باي باي يا حلوين. وقبل بس الباي باي كنت عايز اقول حاجه. احنا اصحاب بلدنا حبيبي يا قلبي. احنا اصحاب بلدنا. انا كنت لازم احط دي في الفيديو. بكره نهارده عليك. عمال اهبل. لسه هو توصل البيت حالا. طب انتوا شايفين مش عارف هيبان لا. فول وبيض والعيش جوه، وده ورد. زغرته يا اخوان، يا حتى زغرتي والنبي يا نسوان. ورد بتاع ماما بتحب الورود شويه. هروح انا بقى اتسحر نلحق قبل الفجر. احنا اصحاب بلدنا. احنا اصحاب بس بقى خلاص بقى خلاص. ازيكم يا شباب؟ يوم جديد تاني. فضل على المغرب ساعه. راح اجيب درينكات اشربها او مشاريب. لا يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم يا رب. راح اجيب اكل. احنا اوريدي عملنا اوردر بيتزا. ناقص على المغرب ساعه. في محل كده حلال جنبنا، راح اجيب منه بلح الشام لو عنده، ان هو بيجيبه كل فتره والتانيه كده. ده محل حلال اللي انا كنت اقول لكم عليه. الاغاني اكيد مسموعه، الاغاني بتاعت ماهر زين والحاجات دي. عندهم هنا شاني دوت، ده مشروب سعودي. عندهم راني، عندهم اكيد السيرنا والحاجات ديت. عندهم مثال برضه شيبس مصري كان مكتوب عليه 10 جنيه الشيبس جايبينه على ما اعتقد من مصر. بصراحه المكان دوت اكتشاف يعني. انا مش عارف صراحه من غيره كنت عايش ازاي، او احنا كنا نعيش ازاي. حرفيا اللحمه من هنا، الفراخ من هنا، الحلويات من هنا، اي حاجه بنعوزها بنلاقيها. حتى عندهم اللب السوري كمان اجمد من اللي عندنا في مصر. والله العظيم مش بهزر. انا حاليا يا اسفعني حبيب قلبي هنيمه واجيلك. انا حاليا دلوقتي في المطعم اللي احنا المفروض هنجيب منه البيتزا. مطعم صراحه دوت انا على طول اصلا بجيب منه اكل بقالي بتاع سكه 2-3 وابن اللذين، عشان هو عارف ان هو جامد فغلى الاسعار بقاله فتره. بس هو خطير قوي يعني الصراحه. انا قلت اوريكم كده المكان في السريع يعني. اعمل لكم تور. اوريك التور. بص اعمل لكم تور فبس يعني كده. هاخد البيتزا وقال لي البيتزا تبقى جاهزه في خلال دقيقتين. لا عاديه بالدنيا. وفات مسخره في المطبخ. اتمنى ان اكلي يطلع شريف، يطلع نظيف اهم حاجه. وهم قالوا دقيقتين عدى بتاع خلاص. ثانك يو برادر زقولي يا ثانك يو. هو ده احلى شعور والله. ده احلى شعور في الدنيا. بس كده الحمد لله المهمه انتهت. خدت الاكل زي ما انتم شايفين، ريحه فشيخه. وقلت الحمد لله قدر الله ما فاق شعل. حظي قليل قوي والله العظيم 3 يعني. بمناسبة الحظ، أنا مش مرة ده من حوالي شهر كنت طالب فون جديد من أمازون. جبته من أمازون. فأنا بفتح البوكس لقيت جواه إيه بقى؟ وايبس. بس الحمد لله يعني أمازون، الحمد لله إن أنا أصلا أول حاجة جبته من أمازون، عشان أمازون في الحتة دي يعني بتراعي حقوق المستخدم او الكاستمر يعني. فظيع في الانجليزي فظيع. ايا كان انا دلوقتي وصلت على العربيه. ان انا بس كنت عمال الغي حبتين دلوقتي لحد ما اوصل العربيه. يلا هتكل على الله عشان انا ميت من الجوع. الاكل البيتزا طبعا يا جماعه بقى انتوا عارفين. وطي صوتك ليه يا عم؟
انت موطي صوتك ليه؟ النهارده يوم الاثنين الساعة 5:10. فضل على المغرب حوالي ساعة، الطريق بياخد حوالي ساعة فأنا أوصل على الفطار. يا جدعان زحمة رمضان دي ولا إيه؟ أنا كده مش هروح، أنا كده حرفيا هروح بعد الفطار مثلا بنص ساعة ولا حاجة. مش عارف أنا يعني فرقت إيه. طب مصر من إنجلترا، القاهرة من مانشستر، والله العظيم 3 كلهم واحد. لسه واصل أهو يا جماعة، المغرب قدم. بكرة عندي جامعة الساعة 9 الصبح برضه. ده كل اللي عندي النهاردة. أشوفكم بالعافية. ازيكم يا شباب، يوم جديد ومعايا اللي هيساعدني في تشات جي بي تي. عامل يا صاحبي؟ طب نبدا بقى ولا احنا بقالنا ساعه حرفيا قاعدين كده؟ هنبدأ في ايه؟ معانا 12 صفحه نخلصه. انت قلت 12 صفحة ولا كانوا 24؟ لا ما هو 12 صفحه في كل فايل. في ايه طب؟ لازم نشترك شكلنا دلوقتي شيء في ايه؟ في شات جي بي تي. معيش فلوس. انا بقول لك لازم احط الفايل كله في صور، يعني 4 صور في صوره واحده. هيعرف ان احنا بنستنصح عليه. لا هو اكيد هيعرف ان احنا بنستنصح عليه فعادي قشطه. يعني طب في الحلقة ديت تشات جي بي تي هيقول لك كده خلاص ان الماكسيمم بتاع الصور بتاعي خلص. لا ازاي؟ هو انت مدير صوره ما واحده، هو انا ماليش دعوه في ايه في الصوره، هو من الاخر صوره واحده. ففي الصوره دي احنا هنحط له 4. طب يا جماعة انتوا حد مع اكونت شات جي بي تي فري؟ احنا محتاجين وبرو بالظبط يكون برو. بس ايا كان، هو ده صاحبي احمد اللي معايا في الجامعه حبيبي. على طول معايا. ان شاء الله ان شاء الله برضه هم عندهم قناه، بس هم يعني هم ان شاء الله لو اشتغلوا يا رب. هنبقى نطلع مع بعض نعمل مالتي فيرس. ايوه اطلع إن شاء الله. اطلع عندي وكده. او انا بحضر يوم الجمعه. الجمعه تمام، دي تاني مره تحضر يوم الثلاث. طب الحمد لله. بصوا اهم حاجه الاستمراريه، اهم حاجه المنتاليتي. حصل. على محمد صلاح، سلام. انت لو عندك المنتاليتي هتغزو العالم. محمد صلاح ده ايوه محمد صلاح قال لك انا مش عارف ايه ومنتاليتي وجيت اوت اوف يور كومفورت زون ومش عارف ايه. هو الكلام ده قال كده. مش بياكل عيش خالص. وقال لك ميديتيشن ايه اسمها ايه؟ ميديتيشن. ماشي ميديتيشن. انا معلش يا جماعه، انا فلاح. طب يا جماعه لو حد فيكم يعرف فرق بين اليوجا والميديتيشن اسمها ايه؟ مديتيشن اقسم بالله. الميديتيشن اكتب اسمها تحت كده. اللي يعرف فرق بين اليوجا والميديتيشن الحمد لله انت صح. يقول لنا في الكومنتات ده لو اصلا حد شاف الفلوج ده. حاليا انا هعمل سكان واخلع. خلصنا شغلنا قبل المحاضرة، دخلنا من الباب الأول ودخلنا الباب التاني. بقول لك إيه، لا من هناك. المهم أروح أنا بقى. أتمنى الفلوج الأول يكون أو التاني يكون عجبكم، فبس ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب والكلام بتاع اليوتيوبرز ده كله. سلام.